السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم أمة محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. الطور بتاعتي دي بتعلفها يوم وليله، بعلف الطور بتاعتي بعلفها يوم عيش ناشف ويوم عيش على سرس على هرس البيت. يعني انا مش بعلف حاجه معينه كل يوم، والله العظيم الطور بتاعتي كلها بدات تبيض. انا بدخل كل يوم، ده عيش ناشف قدامكم اهو. بدخل كل يوم اطلع البط بتاعي الصبح وبالليل احبسه، وما بدخلش ابص في الاقنان بتاعتهم. النهارده يعني شيء السميع العليم ان انا ابص في قلب الاقنان، لقيت كميه خير. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، كميه خير كبيره. فاحنا هنجمعها. انا كنت جامعه كميه قبل كده حوالي كام و20 بيضه، حطيتهم في الفقاسه. فانا بقالي فتره مش ببص، بقالي حوالي عن 10 ايام مش ببص في المكان، او اسبوع مش ببص في المكان. انا فكرت خلاص الكميه اللي خدتها بتاع بطين وبطتين ورعد وخلاص كانوا هيرقدوا لانهم كانوا بيصرخوا، فاخدت البيض اللي تحت منهم حطيته في الفقاسه. فجيت النهارده قمت لما ابص في الاقنان كده، الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، بس بيعملوا حمام على البيض وكسرين بيض اهو. كسرين بيض، يعني بتلموا على بعضهم كسرين بيض. انا باخد هنا في اليوم كده حوالي عن 7 بيضات او 8 بيضات من المكان ده. دلوقتي كسرين بيض هنا همت، يعني في بيضه انكسرت، والبيضه اللي بتتكسر بياكلوها. يعني البيضه اليوم اللي بتاخر عليهم البيضه اللي بتتكسر بياكلوها. احنا جبنا 3 شايفين عاملين في البيض ازاي، بيمسحوا بقى بخل، بقماشه مبلوله كده بخل وبنضف. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، دي الفراخ بتاعتنا البزراميط شغاله بيض بقى لها حوالي عن 10 ايام. ربنا يبارك ويحمي. انا عايزه اوريكم بس الجمال والحلاوه اللي عند البط بتاعنا دلوقتي. انا علفت عيش هنا وهعلف كله عيش. فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ويرزق كل مكان. هندخل ده بس في مكان عشان البيض ده ما يتكسرش. ولقيت بيضه عند الرومي، انا لسه النهارده شحنه بيض رومي وبيض بزراميط. ربنا يبارك ليه يا رب اللي خدهم، ربنا يبارك له فيهم لهم له بركه. ده بيضه روميه لقيتها النهارده، انا كنت بقول له يعني على الدور على اساس ان لو جالي بيض النهارده احطه له، بس هو عشان بس برده احنا في الصيام وكده يلحق ان هو يروح يستلم الحاجه ويرجع تاني لبيته قبل الفطار. فربنا يبارك يا رب. فانا شحنت النهارده بيض بزراميط وبيض رومي، فربنا يبارك له يا رب فيهم، اللهم امين. واخد مني قبل كده والبيض طلع مخصب عنده، فربنا يبارك يا رب ويرزقه في ده خير برضه. هنجيب بس حاجه نحط فيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين البط ده فين عايزه اخلعها بالراحه كده عشان ما تتكسرش. خلينها روبه. هوريكم بس الجمال والحلاوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. طب سيبيه يا ام ليلى يرقدوا عليه. طب انا ليه انحف نفسي؟ لا البط قامت وسابت البيض وبردته، لا البيض سخن تحت منها وكتم، لا الكلام ده كله انا في غنى عنه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. الخير والجمال اللي انا لقيته تحت البط بتاعي النهارده، الله اكبر عليه. وهنطلع الكميه بتاعتنا ونعدها مع بعض ونشوف الكميه قد ايه. جبت سقايه اهو تاخد فيها عشان بس ايه البلاستيكات دي لقيتها وسخه، عشان بس ما تبوظش البيض وخلي ليه ريحه وحشه. ادا واحد، انا بعد بالتلاته كده. ادا واحد، اللهم صل على محمد. هنقول 6 عشان في ناس تقعد تقول لي كانوا وماني. 6 9. بسم الله ما شاء الله. وحجم البيضه حلو لان اكتر، وبعدين اكتر البط عندي شامور دي لسه بشاير، بس بسم الله ما شاء الله حجم البيض جميل. 9 هنحط دول في الفقاسه النهارده ان شاء الله. 9 11. ربنا يبارك يا رب. بقول لكم انا بقالي اسبوع بس ما دخلتش ولا بصيت عنده. انا بطلع البط الصبح بفتح الباب بيطلعوا، وبالمغرب بفتح الباب لهم يدخلوا. اكتر من كده مش بعمل عنده. كده احنا قلنا 11 14 17. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب ويطرح فيهم البركه. 20. الطيور من هنا ورايح البيض يكتر، الجو دفى واي اكل بتحط له الطيور بياكلوا ويبيضوا. 20 كده. ركزوا معايا في العد يا جماعه، انا مش فاكره بقى. 23 26. لسه في معانا خير اهو. 26 26 29. اوعى تقع. 29. الإنام بعيدة وأنا بنام على رجلي لحد ما أجي. 29
اللهم صل على محمد. 32 بيضه، الله اكبر عليهم، ربنا يبارك يا رب. هم بيبيضوا تحت وبيبيضوا كلهم مع بعضهم، عشان انا باخد البيض على طول كده، ما عادش اي حاجه. نبص هنا بصه، لان ساعات في بطه كانت بتيجي تبيض هنا، مفيش هنا حاجه. دول الله اكبر عليهم 32 بيضه، ربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين. ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. هنلف على طيورنا برضو، لو في اي بيض تاني هنجيبه، مفيش خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بارك يا رب، يا رب بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطهم هنا كده. دول 32 بيضه بتوعنا اللي احنا لقيناهم النهارده. هنشوف بقى الايه الفراخ بتاعتنا، في حاجه باضت ولا لسه هيبيضوا، لانه اكتر الوقت يعني ما بيبيضوش الا متاخر. الفراخ دي عندي خلصت بيض وبيرقوا الثلاثه، بس لسه في واحده بتبيض. بيرقوا الثلاثه حاليا، يعني الثالثه فيهم بدات تشطب بيض، هما الثلاثه حاليا بيرقوا. فهنسيبهم بقى ايه لحد ما يرجعوا يتقلوا تاني ويبيضوا، وان شاء الله لو في صاحب نصيب. انا عرضهم للبيع من زمان، وبرده لو حد محتاجهم يا جماعه انا مش مقصره. دول هنا 2 راقدين، واحده بس اللي بتبيض. انا كده يا حبايبي، ادي بيضه اهيت، بسم الله ما شاء الله، بيضه اهي. دول عندهم حاجه؟ ما عندهمش حاجه. مش عارفه الطيور، انا حاسه ان الطيور الفتره دي بتاكل البيض، لان كنت بلاقي عندهم بالثلاث 4 بيضات، ما كنتش بلاقي. ولو لقوا بيضه يجروا جري عليها عايزين ياكلوها كلهم. فان شاء الله احاول اجيب لهم حاجه بقى الايه، اعمل لهم تحديقه عشان ما عادوش ياكلوا بيض. فالله المستعان. هجيب لكم بقى الاكل بتاعكم كده، ربنا يبارك يا رب. ربنا رزقنا النهارده ببيضه هندي وبيضه رومي و3 بزراميط و32 بيضه بط. الله اكبر. حط البيضه الهندي عشان نعرفها. وعامه يعني انا بلم البيض احطه في الفقاسه كله النهارده، فمش شرط ان انا ايه اعرفه من بعضه مثل هعرفه. فربنا يبارك. هبدا بقى كده نبص على الارانب بتاعتنا الاول كده، ونبص على البط بتاعنا ونروح البط بتاعنا الرومي اهو، بسم الله ما شاء الله. الرومي اكتر حاجه انا بجيب لها الخضار عشان البيض يبقى مخصب. يعني انا بجيب لهم هرسه البيض وبجيب لهم الخضار بحط لهم عشان البيض يبقى مخصب ويدوني انتاج كويس، وتكون قشره البيض سميكه، لان الخضار كالسيوم طبيعي جدا جدا. فالرومي ما هو الا خضار، عايز خضار باستمرار، بصل بقى، توم، كرات مصري، كرات بشوشه، خس، ورق كرنب، اي خضار موجود عندك هتحط له الرومي. فانا جبت لهم الهرسه اللي كانت موجوده عندي، ما عادش بقى الا النعمه اهو، واكلوا الخضار كله اهو. فربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين. ويرزق كل من كان. انا عندي حاليا 3 فرخات شغالين بيبيضوا، فربنا يبارك للجميع ويرزق كل من كان. عندي فرخه منهم ليها ريش في صدرها زي الديك بالظبط، مش عارفه هي بتهيألي البيضه. هم 2 من التركي دول بتاع الامريكي. صلي على محمد عليه الصلاه والسلام. هحاول اوريها لكم. ليها ريش اهي، ده اهي، لدرجه ان شكيت انها ديك. لها ريش اهو، اوريه لكم تاني. تعالي لي بس يا حاجه كده اهي، مش عارفه انتوا شايفينها بقى ولا لا. ريش الاسود اهو في صدرها اهو زي الديك بالظبط. فسبحان الله، اول مره اشوف روميه يبقى لها ريش اهي، لها ريش في صدرها زي الديك. فربنا يبارك يا رب، اللهم امين. ربنا يبارك للجميع ويرزق كل من كان. انا كنت مبسوطه والله العظيم لما لقيت البيض، حبيت افرحكم معايا واقول لكم انا لقيت ايه. اوريكم البط بتاعنا برضو والبراهمه وكل الطيور بتاعتنا اللي موجوده، مش بخبي عليكم حاجه والله العظيم، وانا عارفه ان انتوا بتحبوا لي الخير. اهو بسم الله ما شاء الله. البط بتاعنا عندي حوالي عن 5 بطايات شغالين بيبيضوا، فربنا يبارك يا رب. اهو البط بتاعنا كله بقى بسم الله ما شاء الله. احنا نقينا اللي كان الرفيع كله بعته للتاجر، وسبت اللي هو الشاري، وربيت بطتين بيور هيبقوا معاهم، هيجيبوا لنا بط مولر محلي. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. ربنا يبارك لنا يا جماعه. لسه ما علفتش برضه احط لهم عيش ناشف. كل الطيور النهارده عيش ناشف زي ما قلت لكم، انا بحط يوم عيش ناشف ويوم سرسه على عيش على هرسه البيت. فربنا يبارك للجميع يا رب، اللهم امين. البراهمه بتاعتنا برضه بقالي اسبوع كده مش بلاقي لهم بيض، ما اعرفش بقى هم فصلوا ولا بيبيضوا وبيكسروا البيض برضو. اهو بسم الله ما شاء الله. حاطه معاهم فرختين بزراميط، دي بزراميط برحمه ودي بزراميط هندي، بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك. بس حجمهم حلو، فانا عايزه اعمل منهم تهجين بزراميط برحمه عشان يبقى شغالين مع الديك البرهمه، بزراميط البرهمه التاني. والديك ده برضو انا هفصله من معاهم بس لما يبدا يشتغل. هو اكيد اشتغل بس هو حجمه اقل من الديك بتاعي الكبير، مع ان انا جايبه ده من واحد مربي برهمه 10/10. فسبحان الله اللي جاي لي هديه الله اكبر عليه، ربنا يحميه يا رب. شايفين انتوا الفرق قدام منكم بسم الله ما شاء الله. فانا هسيب ده للبراهمه الاصلي عشان يديني سلاله كويسه.
فده هحطه اعمل منه بزراميط. انما الكبير اسيبه مع الفراخ يديني برغمه يكون انتاجه 10 على 10 واحجامه كويسه. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع يا رب الخير، اللهم امين يا رب. الارنبه بتاعتي النهارده 7 في الشهر على ما اعتقد، لسه قدام منها حوالي عن 10 ايام وتولد. انت ايه اللي نزل؟ لا 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 كده بقى ما ينفعش، كده ما ينفعش. الكنسه انا كومتها هي، لميت الكنسه بتاع الارضيه امبارح عشان اشيلها اطلعها بره، بس كده بقى دول هيعملوا لي قلق جامد. لميت الكنسه كلها امبارح بس ما كانش في وقت ان انا اطلعها، فان شاء الله اطلعها النهارده. شوف الارنب بتاعتنا بقى، دول بقى اللي هيطلعوا عيني. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. مخلصين ميه ومخلصين علف، ربنا يبارك فيهم يا رب، اللهم امين. المكان النهارده عايز يتنضف باي طريقه. اشيل الكنسه دي عشان ما تعملش ريحه في المكان. خدوا يا حبايبي جعانين، عشان ما تعملش ريحه في المكان. لسه الارنبه بتاعتنا زي ما قلت لكم 10 ايام ان شاء الله وتولد. انا اللي بجسها بعرف انها عشر او مش عشر يعني، او كده ما بشغلش بالي، بس ببركه ربنا. لان انا المره اللي فاتت حاولت اتك على بطنها فنزلت سقطه كتير، وده كان السبب، بس انا كنت بكذب نفسي. فالحمد لله بسم الله ما شاء الله جايبه لنا برده، ربنا رزقنا بمجموعه حلوه اهيت، عدد كويس ربنا بارك لنا فيه. فان شاء الله دول خارج منهم واحده لاولاد اخويا، لان انا ندرتها لانهم نفسهم يربوا ارانب، فانا قلت لو ربنا عفى عنهم فان شاء الله خارج منهم واحده لاولاد اخويا. فربنا يبارك ويحمي يا رب، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. شايفين هم بقى كده خلاص يعني ايه، اسبوع بالظبط كده قبل ما تولد ب3 4 ايام هقطفهم. يعني ايه قبل ما تولد ب3 4 ايام هقطفهم. هم بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، حجمهم حلو جدا جدا اهوت. وكنت اطفى اخواتهم اصغر منهم، يعني كنت اطفى اخواتهم كان اصغر منهم، ورغم ان هي ما كانتش حامل، انا كنت مفكره انها حامل، ما كانتش حامل الفتره اللي دي، فانا عزلتهم عنها وهم صغيرين. فبسم الله ما شاء الله حجمهم دلوقتي الله اكبر. طب قولي لي دول انا همسكهم ازاي؟ دول نزل منهم واحده على الارض، دول الاثنين البلدي والاثنين الهجين بتوعنا. بسم الله ما شاء الله. انا حطيت الارنبه الصغيره للذكر الكبير وقفت وجوزتها، بس ما اعرفش بقى هل هي هتمسك بقى كده ولا مش هتمسك بقى، الله اعلم. فان شاء الله ربنا ييسر. ما رضيتش ان انا اجوزها من اخوها، قلت لا احطها للذكر الكبير اللي هو ابوها. فكده ان شاء الله هي وقفت له، وانا خصبتها منه مرتين، فربنا ييسر ان شاء الله، ويبقى ايه الخصوبه فيها نتيجه، فان شاء الله خير ربنا يبارك. فاحنا بقى نحاول نمسك الاثنين اللي على الارض دول، ما اعرفش اللي على الارض الصغير الذكر ولا النتايه اللي موجوده، ما اعرفش بقى. الذكر ده يبقى شرس، الذكر الاحمر ده يبقى شرس، يعني انا بعرف اتعامل مع ابوه رغم ان انا بخاف منه. شايفين بيسحب منين؟ شايفين ده هيبقى الذكر، النتايه اللي موجوده معانا دي. فانا همسكهم بقى الاول كده. خلاص يا حبايبي مسكتهم اهوت. جبت الارنبين اللي كانوا على الارض الكبير والصغير، وحطيت الميه وحطيت العلف، وهنا برضو كان لسه الميه والعلف، ولقيت ارنب صغير برضو من دول جبته برضو حطيته، والذكر الكبير انا حطيته وقفلت عليه كويس، لان هو بيطلع عيني لما بينزل على الارض، بجد بيطلع عيني. فانا بقى هنضف المكان ده كله، واحاول اعمل حجز على الارض كده، احجز اعمل فيها الارنب الصغيره، واشوف مكان احط فيه الذكر التاني ده، ودول انزلهم مع الصغيرين. يعني الارنبتين البلد دول احطهم مع الصغيرين، والذكر احطه في مكان، والارنبه ديت اسيبها مكانها هنا. فالدنيا هظبطها كده، بس ايه النهارده برضو عازم حماتي وكده، فما عنديش وقت فاضي، فهحاول ان انا بكره الصبح ان شاء الله انضف المكان واظبط الاماكن عشان الارنب الصغيره، زي ما قلت لكم ان انا عايزه انزلها على الارض، فهحاول بقدر الامكان ان انا اظبط الدنيا ليهم عشان انزلهم على الارض. فانا هشد السلاكه دي شويه كده تبقى على قد الارنبتين الاناتي، والذكر الكبير هيبقى هنا، والترابيزه اللي بره ده هوريها لكم. الترابيزه دي هقفلها للذكر الكبير الصغير، يعني هقفل دي للذكر الصغير، وهظبط الدنيا ان شاء الله، ونحاول ان احنا نظبط الدنيا الارانب لحد ما الاقي سلكات مستعمله، لان بتاع البطاطير مستعمله، لاني مش لاقيه بطاطير مستعمله عندي، لان الابكاس دي معفشه لي الدنيا ومبوظه لي الدنيا خالص. فانا عايزه الاقي حاجه كويسه ان انا يبقى ليها رف سبله ان انا تنزل عليها او كده، انما انا كده بفرش قش عشان ما يحصلش جرب، فبتبهدل بجد، المكان بيبقى وحش جدا. فانا عايزه اظبط الدنيا ليهم، والله المستعان. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم ولامه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا. دول حلويات، دول فرحه عمر ان شاء الله. ناويه اوسع من انتاج الارانب، مشروع الارانب اكتر من مشروع الطيور، فان شاء الله خير ربنا ييسر. ما بيستهلكوش علف كتير زي الطيور، وخيرهم على طول دايم، فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. استنوني في فيديو جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.